للي خوخة مش في حياته كل الحلو فاته، مش كده ولا ايه؟ حبايب قلب خوخة، وسام ابو علي، وسام ابو علي اللي انتوا هاريني مسجات من ماتش بالميراس على وسام ابو علي. يا خوخة هو وسام ابو علي ماشي من النادي الاهلي، عملت الايس كوفي المفضل بتاعي، عامله ماتشنج مع الطرحه، فانتوا كمان اعملوا قهوتكم وتعالوا مع بعض نعرف اخر اخبار الراحلين عن النادي الاهلي. مش بس قصه وسام ابو علي، ان في كمان ناس كتير احلى عن النادي الاهلي الحمد لله. وكمان هقول لكم معسكر الاعداد الجديد الموسم القادم النادي الاهلي هيبقى مكانه فين، واليو ديانج هيروح الخلود بتاعه السعوديه، مش الخلود بتاع مش انا يعني، اللي هيقعد هنا في القاهره عشان خلود المصريه ابقى راضيه عنه 100%. وسام ابو علي بالفعل عنده عروض، والعروض دي من امريكا، ولكن تصريحات وسام ابو علي ان وسام ابو علي تحت امر الاهلي في اي وقت، ويقول انا بحب الاحتراف، ولكن انا لو طلعت بره النادي الاهلي فهحترف في فريق كبير، فريق عظيم اديله عمره برده قليل، وهو ما ينطبق كلامه غير على النادي الاهلي. قصه وسام ابو علي ان هو بالفعل عنده عروض، طبيعي يا جماعه لعيب بكواليتي وسام ابو علي مهاجم الله اكبر عليه مش هيجي له عروض ازاي؟ هو بالفعل عنده عروض، والعروض دي من امريكا، ولكن لسه ما فيش خبر يؤكد ان 100% رحيل وسام ابو علي، ما هو الا كلام. ولكن انا اجتهادي الشخصي وتفكيري المحدود ان النادي الاهلي مش هيفرط لا في وسام ابو علي ولا امام عاشور ولا اليو ديانج ولا زيزو ولا بن شرقي ولا محمد علي بن رمضان، لاني لسه يا جماعه لسه النادي الاهلي ما خدش منهم اللي هو عايزه. حاساها كده ان مش هتتقفل كده يا وسام، هتتقفل كبيره، تفضل موجود في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش هيفرط في وسام ابو علي بسهوله الا لو الرقم خرافي جدا. في كلام عن وسام ابو علي قطع لساني اللي اتكلم عليه نص كلمه، جاي له عروض، طبعا جاي له عروض، لكن لسه ما فيش حاجه اتحسمت بنسبه 100%. انا اطمئن وناقص طمأنينه، عاوزه سكينه بقى. بالنسبه لحمدي فتحي ويحيى عطيه الله، فتره اعارتهم مع النادي الاهلي انتهت، حمدي فتحي هيرجع الوكره كده خلاص، سواء حمدي فتحي او يحيى عطيه الله ما بقوش مع النادي الاهلي، فتره اعارتهم انتهت مع النادي الاهلي. حسين الشحات، الفتره الاخيره معظم الاهلاويه، هو مش معظم، يكاد يكون كل، لا طايق حسين الشحات ولا طايق قفشه، وبالفعل حسين الشحات بيطلب من النادي الاهلي ان هو يرحل عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي يرحب برحيل حسين الشحات، ولكن في انتظار عروض رسميه لحسين الشحات. النادي الاهلي في هذا التوقيت بيدور على عروض مش لحسين، لا عاوزين يجيبوا بديل لحسين الشحات بس بديل محلي، لكن بالفعل فعلا حسين الشحات طلب الرحيل عن النادي الاهلي. مش عاوز اطلع ازم او اشتم في حد، لان كل حد في النادي الاهلي ليه جميل فوق راسي وراس كل الاهلاويه، حتى لو في فتره من الفترات هو مش احسن حاجه، فمش هطلع اشتم في حد احتراما الايام الحلوه اللي قضوها معانا، ان كلهم عشنا معاهم حكايات جميله، عملوا لنا حاجات حلوه ايا كان فتره الشلل اللي احنا بنعيشها. محمد مجدي قضيه، ايضا محمد مجدي قفشه، النادي الاهلي بيبحث عن عروض لمحمد مجدي قفشه، لان الاثنين حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه يمشوا السيزون ده من النادي الاهلي. طبعا انا مش محتاجه اتكلم عن جمايل محمد مجدي قفشه، لان هو بقى جول بس كفيل اللي انا اصلا يخرسني ويخرس اي اهلاوي. كل التوفيق لمحمد مجدي قفشه وحسين الشحات في مشوارهم القادم. اما عن عمر الساعي وكريم ندفد، ايضا الاثنين دولت اللغه العربيه عندي صفر، الاثنين دولت مش مكملين مع النادي الاهلي، رحيل كل من عمر الساعي وكريم ندفد عن النادي الاهلي. وانا اتكيت او ان انا مش هزم، انا مبسوطه بصراحه بخبر كريم ندفد. بصوا بيني وبينكم يعني انا موطيه صوتي عشان ما حدش يسمع، مش قادره اكتم الفرحه، مشاعر الفرحه اكتر من كده، مش قادره. الخبر ده لازم يتقال بزغروطه، بس انا واخده حظر زغاريط، الاتنين كتير عليا، كريم ندفد وكمان خالد عبد الفتاح. انا قلبي ارتاح رسميا، نادي زد يقترب الله يبصوا يقتحم مش يقترب من التعاقد مع خالد عبد الفتاح. حبايب قلب خوخ زغرطوا في الكومنتات يقول لك يقترب من حسمك الصفقه، انت مش محتاج تقترب، انت مجرد ما انت نيه خده غير اي مليه. دي زد ده نادي اخونا غالي والطلب رخيص. معسكر النادي الاهلي، النادي الاهلي بيقترب من معسكر الاعداد الجديد للسيزون الجديد للنادي الاهلي في دولتين، النادي الاهلي بيقارن هيعمل المعسكر الاعداد في انهي دوله فيه، النمسا او اسبانيا. المعسكر ده هيشاهد مباريتين وديتين النادي الاهلي خلال المعسكر ده، بس لسه المدينه البلد ما اتحددتش. الناس اللي طالعه بتتكلم بتقول ان في خصومات للنادي الاهلي، خصومات ليه يا حبايبي؟ ما فيش اي حاجه ولا نص في اللائحه بيقول كده، مش اي خصومات لاي لعيبه من النادي الاهلي. هو تريزيجيه بسبب ضربه الجزاء، وكنت طلعت اتكلمت معاكم في النقطه دي، لكن ما فيش اي خصومات النادي الاهلي. معلش احنا متعادلين ماتشين خسرانين ماتش من فريق يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ده مش بيلعبوا مصارعه. انا شايف النادي الاهلي عمل يعني دور المجموعات اداء مباراه انتر ميامي او مباراه بورتو 10 من 10 ونجم، مش عارفه خصومات ايه يعني، لا يوجد خصومات. الفيديو ده طويل شويه ولكن الاخبار كتير فسامحوني واعذروني. كابتن محمود الخطيب اتكلم مع خوسيه بالسين ريبيرو فيديو كول، كانت
طلبات ريبيرو كالتالي: ريبيرو طلب من كابتن محمود الخطيب ان هو يتعاقد مع 2 في مركز الدفاع، كمان ريبيرو عاوز باك ليفت وباك رايت. مش انت لوحدك يا ريبيرو والله، كلنا عاوزين 2 في قلب الدفاع وباك ليفت وباك رايت، لان احنا بلا دفاع، هجوم ممتاز دفاع زيرو. حبايب قلب خوخه، دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي، اخبار الراحلين عن النادي الاهلي. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم مين اكتر 2 انا مبسوطه ان هم ماشيين من النادي الاهلي، كل من كريم ندفد، خالد عبد الفتاح. كنت هنهي الفيديو من غير ما اقول لكم خبر اليو ديانج، مش تفكروني. اليو ديانج يا شباب مستمر مع النادي الاهلي، مش هيمشي، لاني لو مشي هتلاقوني اول واحده رايحه هيبقى خوسيه من رقبته، لاني اصلا انا مش طايقه كولر اوريدي لوحده بسبب اللي هو مشى اليو ديانج وداه اعاره الخلود السعودي. اليو ديانج مستمر مع النادي الاهلي ولا صحه لاي كلام عن رحيله. قسمت بالله الله اكبر عليه، ربنا يا رب يحفظه من شر الاصابات. اليو يا جماعه مسلم، اليو بالمالي علي، كلمه علي، هو اسمه علي اصلا، هو مسلم. حبايب قلب خوخه، دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي. قولوا لي ايه اكتر خبر فرحكم، اكتر خبر زعلكم.